سالي مي زامور، جيسبر تكونوا بخير. انا لاباس الحمد لله. الوغ اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي حابه نشارك معاكم قصه شخصيه. قصتي الشخصيه واللي نعتبرها قصه صعبه، قصه كيفاش نط من بعد الفشل، من بعد خيانه اقرب ناس كنتي دايره فيهم الثقه، وكيفاش نهضت من بعد ما واجهت الاكتئاب وما مواجهت حتى مشاكل صحية مثل نقص الحديد ونقص الفيتامين دي. كيفاش نط بعد ما دخلت للمستشفى ودخلت في ديبرسيون. هذا الفيديو لكل وحدة حاسة بالحزن وفقدت الثقة في الناس أو في نفسها. قبل ما نبدأ ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك باش توصلكم كل فيديوهات الدعم والتحفيز. اللي قديروا في بالكم عزيزاتي أنه حتى من أقصى اللحظات يقدر الإنسان ينوض ويبدأ من جديد. الدنيا عمرها ما توقف عند حد، والدنيا عمرها ما توقف عند المرض ولا سايت فقد الآمل في الحياة. وقع مادام كاين ربي في كتافنا الحمد لله، حاجة ما توقفنا. ومادام رانا نتنفسوا يليق نديروا الآمل في الدنيا. كانت حياتي عادية حتى صرالي واحد الموقف صعيب بزاف. ماشي موقف، هما مواقف شغل. كنت انا انسانه تمشى بنيتي صراحه، كنت انسانه طبيعيه في تصرفاتي. نتمشى بنيتي، ما عنديش الخبز، عندي الحيله كامل. ما قدروا يوصاوني وقالوا لي باللي زعما هاد النيه تاعك مش مليحه في هاد الوقت اللي انا فيه وكامل. بصح انا تبعت قلبي صراحه وعقلي كامل ما كنتش نستخدمه لحد الان. خطرات كشغل نبدا نخمم بقلبي وكامل عاود نكاكي روحي. كما قلت لكم صراولي مواقف، موقف مورا موقف، موقف مورا موقف. اذا حتى الموقف اللي كما نقولوا شتوكم ما صار لي كما هذاك الكاس اللي يكون يتعمر بالنقطه بالنقطه بالنقطه، تجي النقطه اللي تفيد الكاس. هكذا صرالي، كان يصرالي مواقف اكبر كنت نتحملهم. كي وصلت لو بوين تاع واحد النقطه صغيره بالك مش ما تستاهلش، صايك شو العيد ضربه وحده فشلت. حسيت بالفشل، بالخذلان والاكتئاب بدا يسيطر عليا يوم بعد يوم. حتى كرهت حياتي، كرهت روحي، كرهت ولادي، كرهت كل شيء. الله المستعان. كي نبدا نتفكر عباكم تحكمني القشعرير. والله يا البنات ما راه ساهل الشيء اللي جاز عليا. الحمد لله يا ربي. وبالاضافه اكتشفت انه عندي مشاكل صحيه، وهاد المشاكل اصلا هما ماشي مشاكل صغار، مشاكل صحيه كما نقولوا تاثر على صحتك النفسيه وصحتك الجسديه. كان عندي نقص حديد، نقص حاد. الحديد ما كانش في الجسم، كان واحد عوب ما كانش في الجسم. نقص فيتامين دي، فيتامين دي ما كانش، واللي يخلي الجسم هاد الصوالح هاد لي فيتامين اللي نقصوا في الجسم هو اللي خلى جسمي ضعيف اكتر ومزاجي سيء. الوضع وصل لدرجة اني دخلت المستشفى، وكان اصعب ايام في حياتي ان شاء الله ما يفوت فيهم حتى واحد. ولكن هذه كانت بداية التغيير. قررت اني ما نستسلمش حتى من الظلام يليق تولد القوة. كيفاش درت؟ كيفاش تعاملت مع الفشل والخيانة اللي كانت في حياتي بعد معاناة؟ مشي بالليلة ونهار، بعد معاناة حتى وصلت للنهار اللي قلت اللي تحبسي صاي. لوين انت تقعدي دور الضحية، ولوين انت تقعدي في هذا الدور؟ كرهتيش؟ انا وعيت من هذا الدور. كيفاه الناس اللي دايرين بي، كيفاه ولادي، كيفاه وسم درت؟ تقبلت الواقع. اول حاجة درتها تقبلت اللي صار معايا،
وقلت لي ما نلومش روحي على ما فعلوه الناس الآخرون فيا. والفشل والخيانة هما جزء من الحياة، لكن الفعل ردة فعلك هي اللي رايحة تحدد المستقبل تاعك. داكوغ حبيبتي. حاجة الزوجة اللي تعبري عن المشاعر. بكيت بكيت بكيت، كتبت، شاركت، ما نقولوا بديت نفرغ ونحكي هكا. حليت قلبي لما بيان سور باسكو ما حتى واحد في الدنيا نقدر نحكي له ونحله قلبي من غير ما صايي، باسكو الثقه سي بون. فرغت قلبي لما، وهذا ساعدني نفرغ الطاقه السلبيه لخواتاتي. بديت نحكي 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 ما لقيني ماشي كلش حكيتها، بصح حكيت شغل صوالح اللي كانوا جاعزيني انا وبديت شغل نحس روحي نفرغ في الطاقه السلبيه. رجع ربي يسامحوني باسكو هما اكثر ناس لقيتهم من بعد زوجي طبعا. الحاجه الثالثه هي الابتعاد عن الاشخاص السلبيين. تعلمت نبتعد عن الاشخاص اللي جابوا لي الحزن وجابوا لي الخيانه، ونركز على روحي وفقط، باسكو الماضي علمنا وما رايحش يتحكم فينا. انا كان متحكم فيا بصح اللي كنتي تتحكمي في الماضي يعلمك بصح ما يتحكمش فيك. الحاجه الثالثه واللي قد ديريها هي تواجهي الاكتئاب والصعوبات النفسيه. الاكتئاب كان صعب بزاف، كل يوم كان تحدي. بديت نمارس تمارين التنفس، بديت نمارس تمارين التأمل والكتابة واليوميات. خرجت نتمشى كل يوم، ماشي كل يوم بصح تقريبا وليت نخرج ولو 15 دقيقة تتمشاي. ما تقدرش تخرجي في الدار، الا تخرجي هي من برا خير، بصح اذا ما تقدريش معليش، المهم تقعديش غير في بلاصتك وتخمي. حتى النشاط البسيط كان يساعدني نرجع نعيش شويه، باسكو انا صايك شغل حياتي اني وغيتها صاي، وليت ما نتقبل ندير حتى حاجه. ابسط الامور اللي يديرها الانسان باش يعيش انا موليش نقدر نديرها. الوغ نعطيك نصائح عمليه باش تتغلبي على الاكتئاب حبيبتي. الله يشافيك ويشافي جميع مرضى المسلمين، واللي هما التحدث مع شخص تكوني تثقي فيه. أكدي لي على هذه النقطة. كتابة المشاعر في الدفتر اليوميات هو رايح يساعدك بزاف في التفريغ، وممارسة نشاط بدني يوميا، وتحديد أهداف بسيطة وصغيرة يوميا. الحاجة الرابعة واللي هي التغلب على المشاكل الصحية. كيفاش تغلبت على المشاكل الصحية؟ باسكو قاعدة المشاكل الصحية تلعب دور كبير في صحتك النفسية، مثل نقص الحديد، نقص فيتامين دي، أثروا على جسمي أثروا على الجسم تاعي، وأثروا على المورال سورتو. الوغ بعد ما رحت للطبيب وبدأت العلاج حسيت بالفرق تدريجيا، باسكو العناية بالجسم رافقتني نفسيا. وليت ناكل أكل صحي، مكملات غذائية، وليت نتعرض للشمس يوميا، وبيان سور نظمت النوم تاعي، باسكو حتى الجسم القوي يساعد العقل على الشفاء، باسكو الجسم الصحي هو بداية لعقل صحي ونفسية قوية. maintenant غادي نعطيك خطوات عملية للنهوض من الفشل. الأول خطوة إعادة بناء الثقة بالنفس تدريجيا، وركزي على الأهداف صغيرة تكون قابلة للتحقيق طبعا، ويليق تركزي على يكون محيطك إيجابي من ناحية أصدقاء وعائلة يكونوا داعمين، وديري في نهارك هوايات وأنشطة اللي تحبيها وتملأ قلبك بالفرح، وقراي كتب تحفيزية وتابعي محتوى يرفع معنوياتك، باسكو كل خطوة صغيرة كنت نحققها كانت تزيدني القوة والعزم. وفي الأخير اليوم أنا هنا
قوية وأكثر وعي، ونقدر نعيش حياتي بسلام. الاكتئاب والخيانة والفشل صعب، بصح ممكن نتغلبوا عليهم خطوة بخطوة. إذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتراك في القناة باش توصلكم كل فيديوهاتي. وشاركوني تجاربكم في التعليقات. حبيت نسمع القصص تاعكم نقوي بعضنا البعض. وتفكري بلي الحياة قصيرة، ضحكي ونوضي وبداي من جديد.